إليك أنفسنا وذرفت الدمع لأجلك أعيننا إلهنا وخالقنا ورازقنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على سيدنا وحبيبنا محمد ولا تدع لنا في هذا المسجد المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف بلطفك مرضانا واشف بلطفك مرضانا واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين إلهنا وخالقنا ورازقنا حسن ظننا بك قد أطمعنا فيك ورجاؤنا في فضلك أطمعنا في كريم نوالك فجئنا إلى بابك بذنوبنا وعصايانا وخطايانا ونحن نعلم أنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا من عطاياك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا سبق إليك الصالحون وفاز بقربك العابدون وبقينا نحن الضعفاء المقصرون اللهم لا تغلق في وجوهنا أبواب رحمتك اللهم لا تغلق في وجوهنا أبواب رحمتك واجعلنا من أحبابك وأهل مغفرتك يا رب العالمين اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعتق وغفران من النيران فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك
وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعلنا على الصراط من العابرين اجعلنا على الصراط من العابرين ولحوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين واجعلنا من آل شفاعة نبيك الكريم ولا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم ولا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم إلهنا إن حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ملأ قلوبنا ويجري في دمائنا وعروقنا اللهم ارزقنا رؤيته اللهم ارزقنا رؤيته اللهم احشرنا معه اللهم احشرنا معه اللهم لا تحل بيننا وبينه يا رب العالمين اللهم أدخلنا مدخله اللهم اجعلنا ممن يراهم فيقول لهم أهلا أهلا ولا تجعلنا ممن يراهم فيقول لهم سحقا سحقا اللهم إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بحق كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم إن أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا فاطر الأرض والسماوات يا مبدع الكائنات يا قاضي الحاجات نسألك اللهم أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب كريم مجيب الدعوات اللهم ارحم من في القبور وفارق الأهل والدور اللهم من كان منهم وعذبا فبدل عذابه نعيما ومن كان منهم منعما فزده نعيما وحضورا يا رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد يا من هو كل يوم في أمر جديد نسألك اللهم أن تدخلنا الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع الشهود الركع السجود اللهم إنا نستودعك كلمة لا إله إلا الله فأحضرها لنا عند الموت فأحضرها لنا عند الموت فأحضرها لنا عند الموت اللهم ارحمنا إذا جاء الأجل وانقطع العمل اللهم ارحمنا إذا جاء الأجل وانقطع العمل اللهم ارحمنا في ظلمة الأكفان اللهم ارحمنا إذا عصر النطق عن
اللهم أنت المدعو في كل آن، وأنت المرجو في كل زمان، وأنت المدعو بكل لسان. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين، وكثر الأنين ويئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وتأكدت فاجعة الفراق. اللهم ارحمنا إذا حملنا فوق الأعناق وداعا أبديا للأهل والرفاق، إلى من تذل له الجباه والأعناق، إلى من تذل له الجباه والأعناق. اللهم ارحمنا إذا وارونا التراب، فإذا الوحشة والظلمة وهون الحساب. اللهم ارحمنا إذا كفننا أهلنا، اللهم ارحمنا إذا غسلونا، اللهم ارحمنا إذا حملونا على أكتافهم، اللهم ارحمنا إذا أنزلونا إلى قبورنا، اللهم ارحمنا إذا وارونا التراب، اللهم ارحمنا إذا وارونا التراب. اللهم أنزل علينا في قبورنا نور صيامنا ونور قيامنا ونور تلاوتنا للقرآن. اللهم اجعل القبور روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. سبحانك سبحانك إلهنا، كيف يناديك في الصلوات من يعصاك في الخلوات لولا حلمك، وكيف يدعوك للحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك. سبحانك أمرتنا فلم نأتمر، وخوفتنا فلم ننزجر، ونهيتنا فلم نعتبر. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فترفع إليه الشكوى. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، وإلى من نلتجئ وأنت الرحيم الغافر. من الذي يغفر الذنوب إن لم يغفرها الغافر؟ من الذي يغفر الذنوب إن لم يغفرها الغافر؟ سبحانك ما أعدلت، سبحانك ما أكرمت، سبحانك ما أرحمت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما أطعناك حق شكرك، سبحانك ما أطعناك حق طاعتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. سبحانك ربنا سبحانك، يا من وصفت نوحا بأنه كان عبدا شكورا، وأنقذت خليلك من النار فكانت له ضياء ونورا، وجعلت عبدك أيوب عبدا صبورا، وألقيت على يعقوب قميص يوسف فارتد بصيرا، ومننت على أمة الإسلام ببعثة سيدنا محمد هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل
وسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بأمير الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم على خير من صلى وصام وحج واعتمر. اللهم صل وسلم على خير من دعا إلى دين الله الحميد وأمر. اللهم صل وسلم على خير من أمر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم صل وسلم على خير من لبى وكبر. اللهم صل وسلم على معلم أبي بكر وعمر. اللهم صل وسلم على المتربي على عرش قلوبنا محمد سيد البشر. اللهم صل وسلم على من ذبنا شوقا لرؤية وجهه الأقمر وجبينه الأزهر. اللهم صل وسلم على من سيسقي أمته بيديه الشريفتين من نهر الكوثر. اللهم صل وسلم على القائل يوم الجمع الأكبر أمتي أمتي وها نحن أمته الآن واقفة بين يديك وحالها لا يخفى عليك ومددنا أكف الضراعة إليك. نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خفف ظهورنا من الأوزار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم حرم جلودنا عن النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين من النار يا عزيز يا غفار. إلهنا نحن قد أمسينا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك قد تعبت أقدامنا وذرفت أعيننا ومددنا إليك أكفنا. منا فقراء يسألونك الغنى ومرضى يسألونك الشفاء ومهمومون يسألونك الفرج ومذنبون يسألونك المغفرة وتائبون يسألونك القبول. وكلنا في هذه الليلة نرجو رضاك. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم احلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم أسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. إلهنا أمرتنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما. اللهم أعنا على برهما والإحسان إليهما. اللهم ارحمهم
كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر ذنبهم اللهم اغفر ذنبهم اللهم يسر أمورهم اللهم استر عورتهم اللهم آمن روعتهم اللهم من كان منهم مريضا فشافيه اللهم من كان منهم مريضا فشافيه اللهم من كان منهم مريضا فشافيه ومن كان منهم مبتلا فعافيه ومن كان منهم فقيرا فأغنيه اللهم ارزقنا رضاهم اللهم ارزقنا رضاهم ونعوذ بك اللهم من عقوقهم اللهم اجعل الجنة مأوى لهم والحوض موردا لهم والرسول شافعا لهم واجعل ظلك ظلا لهم إلهنا لا يجازيهم إلا أنت ولا يكرمهم إلا أنت ولا يكافئهم إلا أنت كما رحمونا فارحمهم كما رحمونا فارحمهم كما رحمونا فارحمهم كما أكرمونا فأكرمهم كما أكرمونا فأكرمهم كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب رحمتك اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع الظلم عن المسلمين اللهم ارفع القهر عن المسلمين اللهم ارفع الضيم عن المسلمين اللهم كن معهم اللهم يسر أمورهم اللهم احفظ بلدنا المغرب من كل الشرور اللهم احفظ بلدنا المغرب من كل الشرور اللهم احفظ بلدنا المغرب من كل الشرور واجعله بلاد الأفراح والسرور اللهم اجعله قبلة الأمان وراحة الإطمئنان يا كريم يا ديان اللهم احفظ بلدنا بحفظك واكلأها برعايتك اللهم احفظها بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضاد واكفها شر الحسدة اللئام واكفها شر الحسدة اللئام واكفها شر الحسدة اللئام اللهم وفق ملكنا محمدا السادس بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعل به دينك اللهم وفقه لهداك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك واجعل عمله في رضاك اللهم اجعله عبدا تقيا هاديا مهديا وكن به يا ذا الجلال حفيا اللهم ألبس عليه لباس الصحة اللهم ألبس عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم اجعله لأوليائك معينا وعلى أعدائك سيفا شهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين
اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظهم من كل فكر ضال. اللهم احفظهم من كل فكر ضال. اللهم احفظهم من كل فكر ضال وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال. اللهم وفقهم في دراستهم. اللهم يسر لهم سبل النجاح. اللهم يسر لهم سبل النجاح. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن من التبرج والسفور واحفظهن من أهل الكفر والفجور. اللهم كن للمطلقات والأرامل والعاقرات. اللهم فرج همومهن. اللهم نفس كروبهن. اللهم حقق آمالهن. اللهم ارزقهن ذرية صالحة يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا سالما موفقا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. من كان في خدمة المصلين في هذا المسجد المبارك من منفقين ومنظمين ومشرفين ورجال أمن ورجال الصحة، اللهم بارك لهم في جهودهم. اللهم بارك لهم في جهودهم. اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون يا رب العالمين. إلهنا قطرة من بحر جودك تغنينا وذرة من عفوك تكفينا. اللهم فارزقنا وعافنا واعف عنا. إلهنا هذا رمضان قد انصرم ولا ندري أغفرت لنا أم لم، والظن فيك جميل وحسن. الوداع الوداع يا رمضان، الوداع الوداع يا شهر الصيام، الوداع الوداع يا شهر القيام، الوداع الوداع يا شهر القرآن، الوداع الوداع يا شهر الغفران. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.